مصر من نعم ربنا عليها إن حباها بالحب والتآخي بين شتى فئات المجتمع، وقطبين مسلم ومسيحي. ده بنشوفه دايما في المناسبات والأعياد الرسمية. الكل واحد، يعني مسلم زائد مسيحي يساوي مصري، ونموذج يحتذى على مستوى العالم. في أعياد الميلاد اللي فاتت يناير 2026 حبيت أترجم ده في قصيدة بعنوان حين يصبح الحب هوية. حين يصبح الحب هوية، أنا قبطي الجذور، أنا قبطي الجذور، أنا قبطي الجذور، مسلم الإيمان ومصري القلب والوجدان. في عيد الميلاد المجيد أحتفل مع إخوتي بولادة معنى لا يختلف عليه اثنان. في عيد الميلاد المجيد أحتفل مع إخوتي بولادة معنى لا يختلف عليه اثنان. ميلاد النور والمحبة والتسامح والغفران. قد تتعدد الدروب إلى الله لكن القيم واحدة. قد تتعدد الدروب إلى الله لكن القيم واحدة، ولا نكتمل إلا باكتمال الآخر فينا، زمانا بعد زمان، زمانا بعد زمان. كل عام وأنتم بخير، وليكن الميلاد وعدا جديدا نجدد فيه إيماننا بأن ما يجمعنا أعمق من كل ما يفرقنا. فلنعلنها عاليا بلا خوف ولا مواربة أن الوطن حين نختلف فيه بمحبة يولد من جديد في الإنسان وفي الزمان والمكان. دي النسخة العربية. النسخة الإنجليزية والlove becomes identity. والlove becomes identity. I am Coptic in my roots, Muslim in faith, Egyptian in heart and in soul. On Christmas Day, I celebrate with my brothers and sisters the birth of a meaning no two can dispute. The birth of light, of love, of mercy, of forgiveness. Paths to God may differ, yet values remain one. We are never whole without the other within us, time after time. May every year find you well, and may this birth be a renewed promise that what unites us runs deeper than all that divides us. So let us say it aloud, without fear and without disguise. A nation is reborn when difference walks with love and humanity in time and in place. وهنا بتنتهي القصيدة. خالص تحياتي لكل مسلم، لكل مسيحي في مصر. تحياتي.